السلام عليكم. القصة ديال اليوم هي ديال واحد السيدة في أبو ظبي، عندها جوج وليدات، بنت وولد. المشكلة ديال هاد السيدة أنها معتنية بواحد ومخلية واحد عاطيه اهتمام وواحد عاطيه الكرفي والعصا. شكون هما اللي في نظركم غادي ياخذ الاهتمام ديال هاد الام؟ هو الولد، والبنت واكله العصا في ضلوعها، ما مهليه فيها، مرتاحه. جميع انواع التعذيب تديروا ليها. علاش؟ حيت ما كنحملهاش. ماشي جواب مقنع. ما كنحملهاش. اشنو؟ واش كتشبه لشي واحد كتكرهو في هاد الدنيا؟ واش هي والداها مع شي واحد اللي كرهاتو من بعد؟ الجواب عند هاد الام اللي ما في قلبهاش الرحمه ولا الشفقه. ما نسميوهاش ام، نسميوها وحش. عندها جوج ولاد، بنت وولد، عايشه حياه رفاهيه، ميسورة الحال. قادة تجيب خدامة لولادها، قادة دير تا جوج خدامة لولادها، واحد كل خدام واحد في ولادها. كيف معروف انه تيجيبوا ناس من دول اخرين، مثلا من الهند، من باكستان، من اندونيسيين، كيجيبوهم تيخدموا عندهم. جابت خدام من الهند باش يقابل ليها هاد الولاد. اش يدير؟ شنو هي الخدمه ديالو؟ هو يديهم المدرسه ويتسينهم حتى يخرجوا ويجيبهم. هذه هي الخدمه ديالو. كتنود الولد، كتفطرو، كتوكلو، كتشربو، كتهلا فيه، تبدل ليه داكشي. البنت ما مبالياش بها، مخليها ضيعه. الماكله ما هي في وقت، ما كتعطيهاش اهتمام، دائما ساده عليها، ما كتخليها تهضر مع حد. علاش؟ حقا باش ما تضيعش وقت خوها، تخليه يحفظ وهي تحفظ، باش ما تبقاش مقابله ليا التلفازه وطابلات. هذه الشهاده ديال الام. هاد الام اللي غادي تستغربوا اشنو غادي دير. المهم كيف قلت، كتسد عليها، مخليها لا تفرج لا حتى حاجه، صافي شدي كتب تاكل القرايه وسد عليها. والولد طالقه لي، يقرا ولكن طالقه لي، بغى يتفرج، بغى يخرج، بغى اللي بغى يديرها. هي ما عندهاش حريتها في الدار. البنيه ما عندهاش حريتها في الدار. واخا غيجي واحد النهار هاد الخدام اللي جا من الهند، جا كيدي لها الوليدات، كيديهم المدرسه وكيبقى يتسينهم حتى يخرجوا ويعاود يجيبهم. ربما واش المدرسه بعيده على فين ساكنه هاد السيده. المهم كيبقى يتسينهم حتى يقراو ويجيبهم. واحد النهار الصباح غادي يجي السي هاد الخدام، غادي يبغي يدي الوليدات المدرسه. الولد موجود، الدريه معطله. مشى عندها قال لها راه هذه، قال عطيني الساروت باش نحل عليها. عطاتو الساروت باش يحل عليها. حل، دخل البيت عندها، لقى ناموسيتها عاديه، حتى حاجه ما كاينه. استغرب، البنت فين مشات؟ عندك تكون زهقات من هنا، عندك تكون طلعت من الشرجم وطاحت، عندك. المهم بقى تيقلب، بان له الباب ديال الحمام بالسم. دخل، دق لانه عيط، ما جاوبو حتى شي واحد. دق في الباب، ما جاوبو حتى واحد. دفع الباب، كتبان له البنيه عريانه كامله وفي البانيو ديال الحمام وفيه الماء وهي مغموسه فيه، جثه هامده. مشى طلع عليها، لقاها راه عرفها ميته. مشى يغوت على امها،
الا لا لا لا، البنيه راه شفتها غارقه في الماء، قالت لي ما تصدعنيش، صافي سير خليها وسير. واه، خليها وسير، تصدعنيش. وكلام اخر، اش هاد السيد شك. اواه، واش انا كنجي نقول ليها راه الدريه راه الدريه راه حريانه ومغموسه في البانيو ديال الماء، وهي تقول لي هكا، ويدخلها مع راسو. قال جا راسي هادي باغا تلبق ليا تهمه ديال القتل، غارن نفك راسي. مشى، رجع كأن حتى شي حاجه ما كاينه، دخل للبيت ديالو، هز باسبور ديالو، هز الصاك ديالو، وقال من هنا دازو. مشى قطع ومشى، رجع لبلادو. هي في حين عاد فين ناضت، عاد فين اتصلت بالامن، عاد بدات كتغوت حكا بنتي ما بنتي، بنتي ما بنتي، شكون يقدر يدير هذا الشيء؟ قالت ليه كاين عندي خدام من كنجيبه من الهند، وهو اللي دار فيا هذا الشيء، وراه دابا جيت نطالع به، لقيت هز وراقي وهز حويجو ومشى هرب. صافي هذيك الساعه السلطات دارت الخدمه ديالها، دارت تحريات، لقاوه نيت بالفعل مع تبعوا الكاميرات، لقاوه نيت بالفعل خارج، مشى الاتجاه ديال هذا ديال المحطه ديال الطيارات، قطع ومشى. ملي سقساو عليه في المطار لقاو نيت مقطع ومشى. لان هادشي راه ماشي يعني خدات هذيك الساعه الو راه صافي لحقوا لي الواحد هذا، يعني حتى جاو كيبحثوا اشنو طرا هادي يعني هو هذيك الساعه راه مشى، اولا يلاه الطياره طلعت. المهم داروا التحريات ديالهم، داروا بلاغ باللي الشخص الفلاني خاصو يرجع للبلاد منين جا. كيف وصل ردوه، شدوه وردوه. الله اكبر، كان الاذان، اللهم تقبل. كيف قلنا جابوه واجهوه معاها، هو يحكي لهم، عاود لهم ملي يعني ملي جيت يخدم عند هاد المراه كيفاش كانت كتعامل معاه، كيفاش كانت كتعامل مع ولادها، اشنو دارت، اشنو وقع. المهم صافي قال ليه اشنو كتقولي في هاد الهضره اللي قالت لي لا ما يمكنش، هو اللي دار لي هذا الشيء، وعلاش هرب قال لهم انا اللي خفت منه طحت فيه، انا خفتها لا تهمني القضيه ديال القتل، لان ملي جيت علمتها خبرتها قلت ليها راه البنيه راها بانت ليا عريانه وفي البانيو ديال الحمام ومغموسه فيه. ملي قلتها ليها جاوبتني بشي جواب ماشي هو هذاك، ملي انا فهمت من خلال جوابها ومن خلال الهضره ديالها فهمتها، قلت انا غادا تلبسني القضيه ديال القتل، قلت انا اللهم نهرب. هذا هو الواقع. قالوا ليها اشنو كتقولي في هذا الشيء؟ شافت يعني صافي تحطت امام الامر الواقع، وقال لهم هي راه دائما يعني كتعنفها. ملي داروا داكشي الخبره للدريه وداكشي للتشريح وهذا، لقاوها نيت انها مخنوقه، يوريك راه البصمات وداك الشيء، ولقاوها يعني ذات هي قالت لهم انا حقيقه خنقتها، ولكن خفت لتعود تكون مازال بقى حي ولا فيها روح، عمرت البانيو ماء وحيت لها حويجها وغمستها فيه باش نتيقن باللي راه مات. علاش درتي هادشي؟ قالت لهم ما كنحملهاش، ما كنطيقش نشوفها ولا نسمع صوتها، ما كنحملهاش. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. واختها ملي ما كتحمليهاش راه كاينين الخيريات، كاينين الناس باغيين يربيو، كاينين الناس باغيين يعطيو دم جوفهم ويربيو الوليدات، باغيين يعطيو دم جوفهم وولدوا وما ولدوش. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا هاد الخبث ديال هاد المراه، ما نقولهاش ماشي لان الام ما كديرش هاد الحاله، عندها المحنه على الولد ما عندهاش الحنه على البنت،
وبالاخص خاصها تكون محنه على البنت. انا يعني اللي كنشوفو خاصها تكون محنه على البنت ماشي على الولد، ولا الولد حقه خاصها تشد بيه الورد. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شوف هاد الناس فين وصلت، فين وصل بيهم هاد الخبث ديالهم، فين وصل بيهم هاد. ما عرفتش هاد الناس والله العظيم الا خاصهم شي طبيب نفساني، خاصهم دواء بحال هاد الاشكال. هاد الناس خاصهم دواء، خاصهم طبيب نفساني، وخاصهم عقاب. بالنسبه للعقاب ديالهم هو حالوهم بجوجهم على المحكمه. هو خدا شهر، خدا شهر. علاش؟ حيت هرب وما بلغش، وهي خدات الاعدام. لا اله الا الله محمد رسول الله. اعدام غيكون راحه ليها، والحبس المشدد اللي كتكون على 25 عام يعني كيكون عذاب. لا يوصل شي واحد لهذيك